السلام عليكم. اهلا بكم مره تانية في كورس سي شارب. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الكونفرجنس وعرفنا عن ايه كونفرجنس، قلنا انها عمليه التحويل للبيانات من نوع لنوع تاني. اتكلمنا عن انواع الكونفرجن، قلنا كان عندي نوعين وهو الكومباتبل والنون كومباتبل. الكومباتبل ده كان في حاله ان مفيش سترنج لا في الليفت سايد ولا في الرايت سايد، والنون كومباتبل كان في حاله ان في سترنج سواء كان في الليفت سايد او في الرايت سايد. طب في حاله الكومباتبل كان عندي نوعين، وهو الامبليسيت، وان الامبليسيت ده بيتم بشكل تلقائي، يعني انا ما بتدخلش في التحويل. طب في حاله الاكسبليسيت لا، انا هنا لازم اتدخل، وهنا لازم بستخدم اللي هو الكاست اوبريتور. وهنا الامبليسيت هو في حاله ان الطرف اليمين اقل من الطرف الشمال، انما في حاله الاكسبليسيت ان الطرف اليمين حجمه اكبر من حجم الطرف الشمال. طب في حاله اللي هو الكومباتبل قلنا في حاله ان السترنج كان على الليفت سايد، يعني كان في الطرف الشمال، فانا بستخدم تو ميثود عشان يتم التحويل. بستخدم اللي هو دوت تو سترينج او كونفيرت دوت تو سترينج، وده في حاله ان هنا بحول من اي داتا تايب لسترينج. طب لو كان السترينج على اليمين يبقى انا بحول من السترينج لاي داتا تايب، وكنت بستخدم اللي هو البارس او بستخدم كونفيرت دوت تو اي داتا تايب. طب ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الاوبريتورز والاكسبريشن، هنتكلم عن المعاملات والاكسبريشنز اللي هي المعادلات الحسابيه، ازاي بنكتبها في السي شارب وازاي بنستخدمها. هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم اول حاجه عن الاوبريتورز في السي شارب، وهنتكلم عن الارثماتيك اوبريتور، وهنتكلم عن اللوجيكال اوبريتور، وهنتكلم عن البيت وايز اوبريتور، وهنتكلم عن الكومباريزون اوبريتور، وهنتكلم عن الاساينمنت اوبريتور، وهنتكلم عن اذر اوبريتورز، مجموعه اوبريتورز تانيين اللي هم برضه استخدامات في السي شارب، وهنتكلم عن الاكسبريشنز. طب الاوبريتور في السي شارب، وات از اوبريتور اصلا؟ يعني ايه اصلا اوبريتور؟ الاوبريتور ده هو عباره عن اوبريشن بتتنفذ على الداتا في وقت الران تايم، يعني سواء كان عمليه جمع او ضرب او طرح، هي عباره عن اوبريشن بتتنفذ على ايه؟ على الداتا بتاعتي. طيب عندي الاوبريتور ممكن ياخد وان ارجيومنت او مور ارجيومنت. الارجيومنت اللي هو الاوبرنت، طيب ده بيطلع لي فاليو جديده، يعني بياخد اكتر من ارجيومنت او ارجيومنت واحد وبيطلع لي ايه؟ نيو فاليو، باخد اكتر من فاليو وطلع لي فاليو جديد. طيب الاوبريتور لها ترتيب، والبريسيدنس بتاع الاوبريتورز ده بيقول مين اللي بيعرف او بيقول لي مين اللي هيتنفذ الاول. يعني مثلا في الارثماتيك اوبريتور لو انا عندي اقواس بتتنفذ قبل الجمع، لو انا عندي ضرب بتتنفذ قبل الجمع، وهكذا. طيب ايه هي الاكسبريشن؟ الاكسبريشن هي عباره عن سيكونس من الاوبريتور والاوبرند، يعني عباره عن مجموعه من الاوبريتورز ومجموعه من الاوبرند. يعني مثلا عندي اوبريتور بلس اللي هو بتاع الجمع، وعندي اتنين اوبرند اللي هو 10 و20، ده اوبرند وده اوبرند. طيب تنفيذهم بيديني ايه؟ بيديني قيمه واحده اللي هي سنجل فاليو، وهي ايه؟ ال 30. طيب الاوبريتور في السي شارب، الاوبريتور ممكن يكون يونري، ده بياخد 1 اوبرند، او باينري بياخد 2 اوبرند، او تيرنري اوبريتور وده بيستخدم في الكونديشنز وده بياخد مني 3 اوبرند. طب الكاتيجوريز اوف الاوبريتور عندي اللي هو قلنا الارثماتيك اوبريتور، اللي هو الجمع، الطرح، الضرب، القسمه، باقي الاسم اللي هو الريمايندر، البلس بلس، الماينس ماينس. اللوجيكال زي الاند والاور والاكس اور والنوت، والباينري زي الاند والاور والاكس اور والنوت اللي هو النيجيشن، والشيفت ليفت والشيفت رايت. الكومباريزون بتاع المقارنه زي يساوي او لا يساوي، او اقل من او اكبر من، او اكبر او يساوي او اقل من او يساوي. الاساينمنت ان انا ابقى اساين فاليو لفاريبل، في اللي هو يساوي والبلس يساوي والماينس يساوي والضرب يساوي، وهكذا. والسترينج كونكاتينيشن اللي هو البلس ده اللي انا بقدر ان انا اعمل كونكاتينيشن ما بين تو سترينج، ان انا ادمج كلمتين سترينج مع بعض. واذر اوبريتور زي السايز اوف والتايب اوف والاند والبوينتر والترنري والاز والاز، وانا عارف ازاي بنستخدمهم. طيب هنتكلم اول حاجه عن الارثماتيك اوبريتورز. على سبيل المثال لو انا عندي فاليو 10، فاريبل A في فاليو 10 وفاريبل B في فاليو 20، فعندي اول اوبريتور في الارثماتيك وهو البلس. انا بقول ان ال A زائد ال B بيساوي ايه؟ 30، و10 زائد 20 بيساوي 30، واللي هو السبتراكت اللي هو الطرح، وال 10 ناقص ال B بيساوي سالب 10 اللي هو 10 ناقص ال 20. هنا الضرب بقول ال A في ال B اللي هو بيجيب لي حاصل الضرب اللي هو 10 في 20 بال200. طب القسمه ان انا اقول البي على الايه 20 على 10 بيساوي 2. طب المودولس اللي هو بتجيب لي باقي القسمه، يعني بقول ال 20 على 10 الباقي ايه هو 20 على 10 فالاثنين، فمفيش باقي، يعني مفيش كسر، فبديني اللي هو الصفر.
والبلس بلس ان انا اقول a بلس بلس، يعني الكومه دي بزود عليها واحد، واقول ان ماينس ماينس اللي هو a ماينس ماينس ان انا اطرح من الكومه دي واحد. طب لو جينا نتكلم عن الانكريمنت والديكريمنت اوبريتورز، الانكريمنت ان انا بزود الفاريبل بتاعي بفاليو واحد، وعندي منه نوعين اللي هو البري انكريمنت ان انا اقول بلس بلس اسم الفاريبل، او البوست انكريمنت انا اقول فاريبل بلس بلس وانا عارف ايه الفرق ما بينهم. او في حاله الديكريمنت ان انا بنقص الفاريبل بتاعي بمقدار واحد. عندي برضه اللي هو منه البري ديكريمنت ان انا اقول ماينس ماينس فاريبل، او البوست ديكريمنت ان انا اقول فاريبل ماينس ماينس. على سبيل المثال لو انا عندي بلس بلس الكي او الكي بلس بلس، ده معناه ايه؟ ان الكي بتساوي الكي زائد واحد، يعني خد له قيمه الكي وزود على واحد. يعني لو كانت قيمه الكي دي ب 10 فانا بقول له خد الكي هتساوي 10 زائد واحد اللي هي 11 وخزنها لي فين؟ في الكي. وكذلك الماينس ماينس هنا برضو الكي هتساوي الكي ناقص واحد. لو انا عندي الكي ب 10 فبقول له هنا الكي اللي هي ال 10 ناقص الواحد وخزن لي في قيمه الكي دي 9. طب ايه الفرق بقى ان انا اصلا ايه الفرق ما بين البلس بلس في قبل الفاريبل او بعد الفاريبل؟ لو كان بيقول لك ايه if the value produced by plus plus or minus minus، لو ده ما كانتش مستخدمه في اكسبريشن، لو ما كانتش في معادله، مش هيفرق معايا اذا كان بري او بوست انكريمنت او ديكريمنت. طيب امتى يفرق معايا؟ لو كان ده مستخدم في فاريبل مستخدم في اكسبريشن في معادله. طب ايه الفرق بقى ان انا استخدم البلس بلس او الماينس ماينس قبل الفاريبل اللي هو البري؟ هنا الكمبيوتر بتاعي بيحسب قيمه الزياده او نقصان على الفاريبل، وبعد كده بيستخدم الفاليو الجديده. يعني لو انا كان عندي فاريبل اسمه كي في قيمه 10 وقلت بلس بلس الكي او بلس او لو قلت بلس بلس الكي، فهنا بيزود اللي هو الواحد بيخليها 11 وبيستخدم القيمه الجديده اللي هي ايه؟ ال 11. طيب لو كان بلس بلس والماينس ماينس بعد الفاريبل، هنا الكمبيوتر بيستخدم القيمه اللي موجوده وبعد كده يزود ايه؟ واحد على الفاريبل بتاعي. يعني لو كان عندي الكي ب 10 فهو بيستخدم ال 10 وبعد ما ينفذ العمليه سواء كان الجمع او ضرب او قسمه يرجع يزود واحد على ايه؟ المتغير بتاعي ويخليه 11. طب الفرق بينهم بقى هيوضح في المثال ده. لو انا عندي الاكس بيساوي 5 وقلت له كونسد دوت رايت لاين اكس بلس بلس اكس، هنا هيزود واحد على 5 وبعد كده يطبع قيمه الاكس اللي هتطلع 6. طيب المثال التاني هيوضح الفرق. لو قلت الاكس بتساوي 5 وقلت له كونسد دوت رايت لاين مين الاكس بلس بلس، يعني هنا هيطبع ال5 وبعد كده يزود الواحد زي واضح في المثال ده. جميل. انا لو رحت هنا على الفيجوال ستوديو وعرفت متغير انت اكس بيساوي 5 وقلت له كونسد دوت رايت لاين بلس بلس الاكس، يعني زود واحد وطبع لك قيمه الاكس. لو البلس بلس الاول هيزود واحد وبعد كده يطبع لو القيمه الجديده يطبع مين؟ يطبع 6. زي ما احنا شايفين كده طبع لي ايه؟ طبع لي 6. طيب لو انا قلت له لا خلي البلس بلس دي بعد الاكس هيطبع كام؟ هيطبع 5، لان هو هنا هيطبع القيمه الموجوده بعد كده يزود ايه؟ الواحد بعد الايه؟ الاوبريشن. طيب لو قلت له في حاله الماينس ماينس هنا هيطبع 5 وبعد كده ينقص واحد. طب إيه تتاكد ازاي ان هو اصلا ناقص واحد؟ لو جيت تطبع قيمه الاكس تاني هيطبع مين؟ الاربعه في المره في الستيب الثانيه. انما في اول خطوه وفي اول اوبريشن هو طبع القيمه اللي موجوده وبعد ما نفذ الاوبريشن ايه؟ زود واحد. سوري هنا نقص واحد. طب لو كانت بالماينس ماينس قبل الاكس في الحالتين هنا هيطبع كام؟ هيطبع 4. واضح كده الفرق ما بين البلس بلس في الاول والبلس بلس في الاخر والماينس ماينس في الاول والماينس ماينس في الاخر اللي هو البري والبوست. طيب ناخد بقى اكزامبل. لو انا عندي اللي هو السكوير بارامتر ب 14 سوري 17 وقلت له اقسم لي اللي هنا السكوير سايد بيساوي سكوير بارامتر على الاربعه، يعني انا قسم لي ال 17، يعني بيقول لك هنا محيط المربع بيساوي 17. طب هو عاوز يجيب طول الضلع الواحد، فقلنا من المحيط بيساوي اللي هو ايه؟ طول الضلع في 4، فانا هقسم ال 17 على 4 فهنا هيديني كام؟ 17 على 4. طيب جميل. طب قلنا هنا الاريا مساحه المربع هتساوي اللي هو السكوير سايد في السكوير سايد اللي هو طول الضلع في نفسه. فهنا ناتج اللي هو السكوير سايد اللي هو ده اللي هو السكوير بارامتر على الاربعه اللي هو 17 على 4 طلع كام؟ ب 4.25%. طب والمساحه اللي هو ضرب 4.25% في 4.25% طلع لي كام؟ 18 و6.25 من 10,000.
لان هنا عندي متغير تاني انت a بيساوي 5 وانت b بيساوي 4، وقلت له اطبع لي ال a زائد ال b هيطبع لي كام؟ 9. هنا نفذ عمليه جمع. طب لو قلت له a زائد ال b بلس بلس هنا هيطبع 9 ليه؟ لان هنا هياخد القيمه الحاليه اللي هي ال4 بتاع ال b، وبعد كده وهينفذ عمليه الجمع وبعد كده يزود ال b ب1، فهنا ال b مساوي ب4 في 5 زائد 4 ب9، وبعد كده ال b بقت ب5. فلما يجي يطبع قيمه ال a زائد ال b هتبقى كام؟ 10 لان ال b بقت ب5. طيب انا قلت a زائد بلس بلس ال b، فهنا هيزود على ال b 1 اللي هي كانت بقت 5، فزود 1 بقت ايه؟ ال b 6، ف6 زائد 5 اللي هي كام؟ 11. وهنا قلت له كونسنت التايتل ان ال a زائد ال b هتبقى كام؟ 11 لان ال a فيها 5 وال b فيها 6. فلو قلت له 11 على 3، 11 على 3 ده 11 ده انتجر، وال3 انتجر، فاسمة انتجر على انتجر هيطلع لي انتجر، فالمفروض انا بيطلع لي 3 وكسر. هو ليه هنا شال الكسر؟ عشان ان ده انتجر، فهو حول الدبل لانتجر فشال الجزء العشري. طب لو قلت له اللي هو 11 على ال 11 ريموندر ال3، يعني ال 11 دي فيها كام 3؟ 11 دي فيها 3 تلاتات، فال3 تلاتات اللي هم 9، فالباقي كام؟ الباقي 2 في الريموندر بتاع ده 2. طب لو قلت له 12 على 3، 12 على 3 مفيش باقي، فهنا كام؟ ده انتجر على انتجر بيطلع لي ناتج انتجر اللي هم كام؟ 4. انا جينا على الفيجوال ستوديو عملنا كده ده كومنت، وعندي انت a بيساوي 5 وانت b بيساوي 4. فانا لو قلت له اطبع لي ال a زائد ال b هيطبع لي كام؟ هيطبع لي 9. جميل كده. طب لو قلت له اطبع لي ال a زائد ال b بلس بلس هنا برضه كام؟ هيطبع 9. بس لو جيت ان انا اقول له اطبع لي a زائد ال b هنا هيطبع كام؟ هنا هيطبع 10 لان ال b بقى فيها كام؟ ال b بقت 5. طب لو جيت اقول اللي هو ال a زائد بلس بلس ال b هنا هيطبع كام؟ هيطبع 11. جميل كده. ده كان مين؟ ده الارثماتيك اوبريتورز. طيب كمان واخدنا اكزامبل على المودولس، يعني انا لو قلت له اللي هو 11 ريميندر 3 هيطبع لي كام؟ هيطبع لي 2، يعني الباقي من الناتج اللي اسمه كام؟ 2. جميل كده. ده كان مين؟ الارثماتيك اوبريتورز. طب هنتكلم دلوقتي عن ايه؟ اللوجيكال اوبريتورز. اللوجيكال اوبريتورز هي اوبريتورز بتاخد بوليان اوبراند، يعني كل الاوبراندز بتاعتها بتكون من نوع بوليان، يا اما ترو يا فولس، يا 1 يا 0، والناتج بتاعها بيكون بوليان، على عكس الارثماتيك اوبريتور. الارثماتيك اوبريتور كانت بتاخد مني انتجرال، بتاخد مني ارقام وبتطلع لي الناتج بتاعها رقم. انما هنا لما في اللوجيكال بتاخد مني يا ترو يا فولس، اللي هو يا 0 يا 1، وبتطلع لي برضه يا 0 يا 1 اللي هو يا ترو يا فولس. على سبيل المثال انا عندي الاي بترو والبي بفولس. في حاله الاند لو قلنا A اند البي فترو اند الفولس بفولس. طب لو قلنا في حاله الاور لو قلنا A اور البي فترو اور الفولس بيطلع له ترو. لو قلنا في النيجيشن لو قلنا A اند البي كان الناتج بتاعها فولس، فقلت له النيجيشن ده بيخلي الترو فولس والفولس ترو، فهي كان الناتج بفولس، فهنا طلعوا له ايه؟ بترو. طيب اللوجيكال اوبريتور البيهيفير هنشوف البيهيفير بتاع الاوبريتورز اللي هو الاند والاور والاكس اور. فمثلا الترو هنمثله ب1 والفولس هنمثله ب0، ونشوف الشكل ده. فعندي هنا الاوبريشن الاور لو كان 0 اور 0 ترو، هنا فولس اور الفولس هيطلع لي فولس، لو 0 اور الواحد هيطلع لي 1 اور الصفر هيطلع لي 1 اور الواحد هيطلع لي 1. يعني هنا في الاور لو كان في 1 على الاقل بترو هيطلع لي ايه؟ الناتج بتاعه ترو. طب الان 0 اند الصفر ب0، 0 اند الواحد ب0، 1 اند الصفر ب0، 1 اند الواحد ب1. يبقى هنا في حاله الان لو كان لازم الاثنين يكونوا ترو عشان الناتج يكون ترو. طيب الاكس اور لو كانوا مختلفين بيطلع لي ترو، ولو كانوا زي بعض بيطلع لي فولس. يعني لو كانوا الاثنين
بصفار بتلاقي الناتج بيكون صفر، يعني لو الاتنين فولس بيكونوا فولس، لو الاتنين ترو بيكونوا فولس، انما لو واحد ترو وواحد فولس بيطلع له ترو، ولو واحد ترو وواحد تاني فولس بيطلع له ايه؟ ترو. ده اكزامبل على لوجيكال اوبريتورز. نروح على الفيجوال ستوديو على طول ونجرب الاكزامبل ده، نعمل كده الكومنت ده، قلنا ده في حالة مين؟ الارثماتيك، وده في حالة اللوجيكال. وانا عندي بوليان، قلنا ان اللوجيكال بياخد مني ايه؟ بوليان اوبراند، وطلع لي ايه؟ الريزلت بتاعه بيكون بوليان. بوليان ايه بيساوي ترو، وبوليان بي بيساوي فولس. فانا قلت انا اطبع لي الاي اند البي، هنا هيطبع كام؟ كان ترو فولس، طبعا ايه؟ فولس. لو قلت له A or B هيطبع لي ايه؟ ترو، ان في واحد منهم على الاقل ترو. فلو قلنا ال A XOR B لو قلنا A XOR B XOR B هيطبع لي ايه؟ هيطبع لي ترو، لان قلنا بيطبع ترو في حالة لو واحد فولس وواحد ترو. لو حالة لو الاتنين ترو، يعني مثلا لو انا قلت له A XOR نيجيشن البي، يعني هنا هيخلي البي بترو، فترو XOR ترو هيطبع لي ايه؟ فولس. جميل كده زي ما واضح هنا في المثال. قلنا لو ال A XOR B هنا بتطبع لي ترو عشان ده كان ترو وده فولس. طب لو النيجيشن البي بتطبع لي ترو عشان البي كان بفولس. طب لو بي اور ترو بتطبع له ترو. طب لو بي اند ترو بتطبع لي فولس عشان البي كانت بفولس، انما كانت البي هنا ايه؟ في حالته قلنا الاور لو واحد منهم على الاقل ترو بتطبع له ترو. طب لو A اند ترو، الاي هنا بترو في ترو اند ترو بترو. طب نيجيشن الاي بقت الاي بفولس. طب لو قلنا هنا 5 اكبر من السبعة، هل ال5 اكبر من 7؟ فالناتج بتاع دي فولس. اكس اور الاي بتساوي بي، هل الاي بتساوي البي؟ فطبعا قلنا الاي ما بتساويش البي، فده فولس وده فولس، فالنيجيشن هيكون في الاكس اور بتاعه يكون ايه؟ وفولس، لان قلنا في حاله الاكس اور واحد بس، لو الاثنين شبه بعض بيطلع لي فولس، لو مختلفين بيطلع لي ترو. طيب هنتكلم دلوقتي عن البيت وايز اوبريتور. البيت وايز اوبريتور دي بتشتغل على البيتس، يعني بتتعامل مع البيت اللي هو الاصفار والوحايد، بتتعامل مع كل بيت يعني الصفر واحد. لو عندي سيكونس بيكون عندي سيكونس من الاصفار والوحايد، بتتعامل مع كل بيت هنا بتنفذ ايه؟ قلنا بيت تمام. طيب على سبيل المثال انا عندي الاف 60 وعندي البي 13، فال 60 بالباينري اللي هو 0 0 0 0 4 وحيد صفرين، وال 13 بالباينري اللي هو 1 0 1 4 اصفار. فانا هنا في حاله اللي هو الاند، ودي بتكون اند واحده مش دبل اند، فلو قلنا A اند البي هيطلع لي 12، لان ليه؟ هنا هياخد اللي هو البيت دي اللي هو الاي هيحولها لباينري، ويحول الباينري وياخد كل صفر، يعني هنا صفر اند الواحد يطلع لي بصفر. طيب صفر اند الصفر بصفر. طب واحد اند الواحد بواحد، واحد اند الواحد بواحد، وهنا واحد اند دول 4 اصفار، فيطلع لي هنا 4 اصفار. فلو كان حول ده لديسيمال تاني، ده 1 2 4 8، فيطلع لي ايه؟ 12. في حاله الاند هنقول A اند البي يساوي 61. طبعا يعني احنا العمليه بتتنفذ ازاي؟ في الاكس اور قلنا A اكس اور بي 49. وكمان في البيتوايز اوبريتور عندي اللي هو النيجيشن، فالنيجيشن ده اللي هو زي النوت كان هناك اللي هو علامه التعجب، انما هنا اللي هو زي الهمزه الطايره. فلو النيجيشن الاي يعني الاي دي بياخد كل واحد فيها يحوله لصفر، كل صفر يحوله لواحد، فكون ناتج 61. الشيفت ليفت ده ان هو بياخد من ناحيه الشمال ويعمل له ايه؟ يضيف من ناحيه اليمين، بيشيل من ناحيه الشمال ويضيف من ناحيه اليمين زي ما هنشوف. وده برضه ايه؟ شيفت رايت. طب نشوف بقى البيهيفير بتاع الاوبراند اللي هو الاند والاور والاكس اور.
نفس البيهيفير اللي كنا اتكلمنا فيه في اللوجيكال، بس كان هناك بتبقى دبل اور ودبل اند، انما هنا بتبقى اور واحده واند واحده واكس اور. فطبعا مش هنتكلم عندنا، احنا اتكلمنا عنها في اللوجيكال اوبريتور لانها نفس البيهيفير. طيب قلنا البيتوايز اوبريتور بتتمثل او بتستخدم مع مين؟ مع الانتجرال نمبر، سواء بايت واستبعاد او شورت او انت او لونج او انسايند لونج. قلنا البيتوايز اوبريتور بيتنفذ بت. على سبيل المثال عندي الانسايند شورت الانسايند شورت قلنا بتتخزن في 16 بت، فهياخد الثلاثه دي يحولها لباينري بس في 16 بت. وعندي انسايند شورت بي 5 فهياخدها برضه يحولها في 16 بت. فاول الثلاثه كانت 1 والخمسه 1 0 1. طب هنا لما اقول A اور البي هياخد هنا بت الاي ادي الواحد اور الواحد بواحد، واحد اور الصفر بواحد، صفر اور الواحد بواحد، يطلع معايا 3 وحيد فيكون الناتج ده لو جيت احول الديسيمال هيكون ده 7. طب وهنا كونسنت رايت لاين الاي اند البي، الاي اند البي هناخد ادي واحد اند الواحد بواحد، واحد اند الصفر بصفر، صفر عند الواحد بصفر، والباقي طبعا كله صفار فيطلع معايا صفر، هيكون ناتج ايه؟ واحد. طب اكس اور البي هنا قلنا في حالة لو مختلفين بيكون بواحد، لو زي بعض بيكونوا ايه؟ بصفار، واحد اكس اور الواحد بصفر، واحد اكس اور الصفر بواحد، صفر اكس اور الواحد بواحد، والباقي كله كان طبعا بصفار، ده صفر وده صفر، فده هيطلع كام؟ 2 و4 هيكون الناتج 6. لو قلنا نيجيشن الايه اللي هو بياخد الاي دي بيخليها مكان الواحد ده صفر ومكان الواحد ده صفر ومكان الاصفار دي كلها وحيده تبقى صفر صفر والباقي كله وحايد، فهنا هيجي يعمل لها اند مع البي فهيكون ده صفر اند الصفر بصفر، وصفر اند الصفر بصفر، وواحد اند الواحد هيكون بواحد، وواحد الباقي كله صفار، الباقي كله وحيد مع الاصفار فهيكون بصفار، فيطلع معايا كام؟ ادي واحد ادي 2 4 يكون ادي ايه؟ 4. لما يجي يقول ايه شيفت ليفت واحد يعني هيشفت من ناحيه الشمال بمقدار واحد، فهيجي يشيل صفر من الشمال اللي هو اخر بيت من الشمال هنا اللي هو مقدار العدد ده، ياخدها من الشمال يضيفها من ناحيه اليمين فهيكون ده صفر واحد واحد والباقي كله صفار بالشكل ده. ولو جيت اجيبها بالديسيمال هتكون 6. طب ايه شيفت رايت بياخد من ناحيه اليمين ويضيف ناحيه الشمال، فهياخد واحد من ناحيه اليمين يضيف فين؟ في ناحيه الشمال. جميل. ناخد بقى هنا مثال على مين؟ على البيت وايز اوبريتور. وانا عندي ان او unsigned short ال A بيساوي كان هنا كام في المثال عشان ناخد نفس المثال؟ 3 و5. طبعا الانبوت هنا بيكون ديسيمال فبيكون انتجرال بيكون رقم، فالناتج الاوتبوت هيكون رقم. فلما اقول له هنا كونستنت رايت لاين ال A and ال B هيكون الناتج رقم اللي هو ايه؟ 1. طب كونستنت رايت لاين اللي هو ال A or ال B قلنا هيكون الناتج 7. طب لو قلنا ال A XOR نطبع كونستنت رايت لاين ال A XOR ال B هيكون الناتج 1. ده AND سوري on XOR هيكون الناتج كام؟ 6. لو جينا ننفذ اللي هو النيجيشن، فالنيجيشن في البيتوايز انا قلت اللي هو النيجيشن بيكون اللي هو العلامة دي، النيجيشن اللي ايه؟ هيطبع لي كام؟ -4. طب لو قلنا كونستنت رايت لاين ال A شيفت ليفت بمقدار 1 تطلع لي ب6. طب لو قلنا ال A شيفت رايت بمقدار 1 تطبع 1. جميل. ده كان مين؟ كان بيتوايز اوبريتورز. دلوقتي هنتكلم عن الكومباريزون او الريليشنال اوبريتورز، وهي عبارة عن مجموعة اوبريتور بستخدمها عشان اقارن ما بين variables و variable تاني. لو كان عندي ال A ب10 وال B ب20 عندي اللي هو الايكوال، لو قلت ال A equal ال B
هل العشرة بتساوي 20؟ فده طبعا هيطبع لي فولس. طب نوت ايكوال يعني الايه لا تساوي البي، طبعا هيطبع لي ترو. لو قلت لو قلنا الايه اكبر من البي، طبعا العشرة مش اكبر من 20 فهيطبع لي هيطبع لي فولس، مش هيطبع لي ترو. طب لو قلت اقل من، هل العشرة اقل من البي؟ العشرة اقل من ال20 فهيطبع لي البي، هيطبع لي ترو. لو قلت اكبر او يساوي، هل الايه اكبر من او تساوي، يعني هل العشرة اكبر من تساوي 20؟ طبعا لا، هيطبع لي فولس. طب هل الايه اقل من او تساوي البي؟ طبعا ترو عشان هي اقل. مثال، لو انا عندي انت الايه ب5 وانت البي ب4، لو قلت له الايه اكبر من او تساوي البي، هل ال5 اكبر من او تساوي ال4؟ هنا هيطبع لي ترو. فهنا بيكون الانبوت بتاعه مثلا وليكن انتجرال يعني 5 و4، وبيكون الناتج بتاعه ترو او فولس. فهنا لو قلت له الايه لا تساوي البي، طبعا 5 لا تساوي ال4 هيطبع لي ترو. لو قلت له هل الايه بتساوي البي، هيطلع لي فولس. لو قلت له الايه بتساوي الايه، ال5 بتساوي ال5 هيطبع لي ترو. لو قلت له الايه لا تساوي بلس البي، فطبعا هيطلع لي فولس. قلنا هنا في حاله البلس في الاول بيزود الفاليو واحد ويرجع ينفذ الاكسبريشن او ينفذ الاوبريشن بتاعتي. فهنا هيزود واحد هتبقى البي ب5، فهل ال5 لا تساوي ال5؟ طبعا هيطبع لي فولس. طب هل ال5 اكبر من ال5؟ طبعا هيطبع لي فولس. لو رحنا على الفيجوال ستوديو نعمل كومنت وهنتكلم عن مين؟ الكومباريزون. طبعا عندي انت ايه بيساوي 5 وانت بي بيساوي 4، وتطبع لي الايه تساوي البي، انا طبعا هيطبع لي ايه؟ هيطبع لي فولس. ولو قلت له الايه اقل من البي، انا طبعا هيطبع لي فولس. ولو قلت له الايه اكبر من البي، انا طبعا هيطبع لي ترو. طب لو قلنا ان الايه اكبر من او تساوي البي، طبعا هيطبع لي ترو. ولو قلنا الايه اقل من او تساوي البي، هي طبعا هيطبع لي فولس. ولو قلنا الايه لا تساوي، هنكتب هنا البي، لو قلنا هيطبع لي الايه لا تساوي بلس البي، هي طبعا هيطبع له فولس ان بي هتكون ب5. لا تساوي. جميل. وجاي هنا قلنا الايه اكبر من البي، هنا كام هيطبع لي ايه؟ قلنا هيطبع لي هنا فولس. شوف الناتج قالك فولس في حالة ان الايه لا تساوي، في حالة ان الايه بتساوي البي طبعا له فولس، في حالة ان الايه اقل من البي طبعا له فولس، في حالة ان الايه اكبر من البي طبعا له ترو عشان هنا الشرط اتحقق، في حالة ان الايه اكبر من او تساوي البي طبعا له ترو، في حالة ان الايه اقل من او تساوي البي طبعا له فولس، في حالة ان الايه تساوي بلس البي طبعا له فولس، لان البي بقت 5، ف5 بتساوي ال5. فهنا قال لك ان الايه اكبر من البي طبعا له فولس، لان ايه ال5 مش اكبر من ال5. طيب هنتكلم دلوقتي عن الاساينمنت اوبريتورز، وهي عبارة عن مجموعة اوبريتورز بستخدمها عشان اساين فاليو لفاريبل، عشان ادي قيمة لمتغير، منها اللي هو يساوي والبلس يساوي. البلس يساوي دي معناها لما اقول السي بلس يساوي الايه، معناها ان السي بتساوي السي زائد الايه. طب الماينس نفس البلس، طب الضرب يساوي، وعندي الاسم يساوي، وعندي الريموندر يساوي، وعندي الشيفت اللي هو الشيفت ليفت يساوي، والشيفت رايت يساوي، والاند يساوي، والاكس اور يساوي، والاور يساوي. طيب مع هنا بقى ده معناه ايه؟ لما اقول له الواي ضرب يساوي الاثنين، بقول له هنا الواي هتساوي الواي في 2، يعني هياخد قيمة الواي ويضربها في 2 ويخزنها في الواي. فالواي كانت ب4، فقلنا 4 في 2 بيساوي 8 ويخزنها في الواي، تبقى الواي قيمتها بكام؟ ب8. يعني مثلا عندي كانت الاكس ب6 والواي ب4، فانا قلت له واي ضرب يساوي ال2، فهنا هياخد قيمة الواي يضربها في ال2 اللي هتبقى 8 ويرجع يخزنها في الواي. جميل كده؟ طيب
لما هنا هقول انت زد والواي، الزد بتساوي الواي بتساوي 3، قلنا ده اللي هو الكاسكيد كولينج. هياخد التلاتة يديها قيمة الواي، كانت قيمة الواي بقت ب8، فهنا بقت قيمة الواي ب3 وقيمة الزد بقت ب3. لما اقول اطبع لي قيمة الزد هتطبع لي كام؟ هتطبع لي 3. طب لما اقول هنا اطبع لي زد اور يساوي الواحد، هياخد قيمة سوري اللي هو قيمة الاكس اللي هي ال6، هياخد قيمة الاكس دي يحولها لباينري، وياخد الواحد ده يحوله لباينري، ويعمل ما بينهم عملية الاور، ويرجع يحوله لديسيمال ويخزنه في قيمة الاكس، فيطلع معايا ال7. فلما اقول له اكس بلس يساوي 3، يعني خد قيمة الاكس يساوي معاه 3 وخزنها فين؟ في الاكس. فالاكس هنا كانت ب7، ف7 زائد 3 10، يبقى كده قيمة الاكس فيها كام؟ فيها 10. لما اجي اقول له اكس على اكس ديفايد يساوي 2، يعني خد الاكس دي واقسمها على الاثنين، فياخد هنا الاكس تساوي اكس على الاثنين، يبقى 10 على 2 فيها 5، يخزن ال5 فين؟ في الاكس. نروح الفيجوال ستوديو نعمل كومنت لدول. هنتكلم هنا عن مين؟ عن الاساينمنت اوبريتور. عندي انت الايه، ناخد نفس المثال هنا، كان انت الاكس ب6 وانت الواي ب4 وانت الواي ب4. فانا لما اقول له اطبع لي واي ضرب يساوي 2، هنا هيطبع لي كام؟ هنا هيطبع لي 8، لأن قيمة الواي بقت ب8. جميل كده. وأنا هطبع قيمة الواي هنا برضه هيطبع لي كام؟ 8 اللي هو سوري، ده كان قيمة 8 الواي، لأن قيمة الواي بكام؟ بقت ب8. فلما أجي هنا أقول له أنت زد والواي بيساوي 3، أنت زد بيساوي الواي بيساوي 3. هنا بعد ما كانت قيمة الواي بتساوي 8، لو جيت اطبع قيمة الواي هتبقى كام؟ 3. قلنا ده في حالة ده اللي هو مين؟ الكاسكيد كولينج. فهنا اجي اقول له اطبع لي قيمة الزد برضه هيطبع لي 3، فانا هقول له يعني انا هنا لو جيت اقول له اطبع لي قيمة الزد هيطبع لي كام؟ هيطبع لي 3. جميل. طب لو جيت انا اقول له اطبع لي قيمة الاكس اور الواحد اور يساوي الواحد، يعني خد الاكس اعمل ما بينها وبين الواحد اور وخزن قيمتها فين؟ في الاكس. فانا قلنا هنا هيطبع لي كام؟ هيطبع لي 7. ناخد اللي هو الاكزامبل هنا اكس بلس يساوي 3، وانا قلت له اطبع لي الاكس بلس يساوي 3، هيزود على ال7 3 ويطبع كام؟ يطبع 10. اخر اكزامبل اللي هو اكس على الاثنين، وانا قلت له اكس على يساوي 2، هيطبع كام؟ هيطبع 5. ولما تطبع قيمة الاكس هتلاقي قيمة الاكس ب5، لان هو كام؟ نفذ العملية وخزن قيمتها فين؟ في الاكس. ده كان مين؟ ده كان الاساينمنت اوبريتور. هنتكلم عن مجموعة اوبريتورز تانيين. هنتكلم عن السترينج كونكاتينيشن، وهي عملية البلس. البلس ما بين السترينج بيكون اسمها كونكاتينيشن، بياخد القيمة السترينج دي ويدمجها مع السترينج ده. طيب ما بين الانتجرال او ما بين الارقام بيكون عملية جمع. طب لو انا كان عندي اوبراند سترينج واوبراند تاني انتجر، وهنا بقول له سترينج زائد انتجر، بيحول الانتجر بشكل اوتوماتيكلي، يعني بشكل تلقائي بيحول السترينج ويعمل له ايه؟ كونكاتينيشن. على سبيل المثال انا عندي هنا سترينج فيرست وسترينج سكند، وده كان فيرست سكند، وانا قلت له ايه؟ اطبع لي الفيرست زائد السكند، هيطبع لي مين؟ فيرست سكند. لو انا كان عندي سترينج اوتبوت ذا نمبر از، وعندي انت نمبر ب5، وقلت له ايه؟ الاوتبوت زائد النمبر هيطبع لي مين؟ ذا نمبر از 5. ناخد ده نطبقه في الفيجوال ستوديو. ده كان مين؟ اللي هو الكونكاتينيشن اوبريتور. وعندنا string first بيساوي first، وعندي string second بيساوي second. انا قلت له اطبع لي قيمة الفيرست زائد السكند، انا اطبع لي ايه؟ فيرست سكند في بعضها كده.
طب لو كان عندي string output the number is، وعندي هنا int number بيساوي 100، فكده انا اقول له اطبع الاوتبوت زائد مين؟ زائد النمبر، اطبع كام؟ the number is 100. جميل كده. فرح معايا اللي هو الاذر اوبريتور اللي هو الكونكاتينيشن اوبريتور اللي هو البلس من السترينج. هنتكلم عن برضه اذر اوبريتورز تانيين. هنتكلم عن السايز اوف. قلنا السايز اوف دي لما اتكلمنا في الداتا تايبس قلنا دي بتجيب لي حجم داتا تايب وبترجع لي بيه بالبايت. اما سايز اوف انت بيرجع لي اللي هو 4 اللي هو 4 بايت. طب تايب اوف ده بيرجع لي بالنوع بتاع الكلاس بتاعي اللي هو التايب اوف الستريم ريدر او التايب اوف كذا او تايب اوف الاند. طب الاند هنا لما اقول اند الايه في الفاريبل ده بيرجع لي بالاكشوال ادرس بتاع الفاريبل. طب لو الاستريك ده بيكون بوينتر على فاريبل يعني بيشاور على فاريبل بقول له هنا استريك ايه. طيب الترنال الكونديشن اكسبريشن اللي هو الترنال اوبريتور يعني انا علامه الاستفهام ده لو كان تربط بقى اول فاليو ولو كان فاصل بقى كان فاليو وهنشوف ازاي بننفذها. الاز يعني انا بقول مثلا اف لا از كار او از الاكس از انت، والاز ده بيعمل اللي هو كاست زي ما اجي اعمل كاست بالقوسين. بس انا ممكن يطلع معايا اكسبشن لو حصل فيل لو مقدرش ان هو يحول. ده مثال اهو. طب نطبق على طول فيجوال ستوديو في الاكزامبل ده. وهنا لو قلت لو انا عندي عاوز اطبع اجيب السايز اوف، لو قلت هنا سايز اوف الانت نعمل كده الكومنت ده وده مين السايز اوف اوبريتور هطبع لي كام اللي هو 4 بايت. طب لو قلت مكان الانت ده دبل يجي 8 بايت. جميل كده. طب مين اللي هو الترمينال اوبريتور ده اللي هو كان بالشكل ده. لو جيت اقول هنا انت الاكس هيساوي لو كان 10 بتساوي 5 علامة استفهام يعني هنا فعل الشرط. بعد كده جواب الشرط يعني مثلا لو كانت 10 بتساوي 5 يطبع 10، لو ما كانتش 10 بتساوي 5 يطبع مين؟ يطبع 5. فهنا طبعا هيكون الناتج بتاعي ايه؟ سوري ده يساوي عشان ده قلنا اساين ده كومباريزون اوبريتور بالشكل ده. فهنا هقول ايه؟ اطبع لي قيمة الاكس فهنا هيطبع لي كام؟ 10 ما بتساويش 5 فهيطبع لي 5. سوري اقول له هنا اطبع لي الاكس يطبع لي كام؟ يطبع لي 5. لو غيرت لو قلت له نوت ايكوال طب 10 ما بتساويش 5 هنا هيطبع كام؟ هنا هيطبع 10. فهنا بياخد الشرط ده يعمل له تريس يتشيك على الشرط ده. لو الشرط ده طلع بترو بيطبع مين؟ فرش جواب الشرط الاولاني. طب لو كان بفاصل بيطبع مين؟ جواب الشرط التاني. ده اللي هو مين؟ الترنال اوبريتور. طب هنتكلم عن التايب اوف اللي هو الاوبريتور والتايب اوف. قلنا التايب اوف ده بتجيب لي نوع الكلاس او اسم الكلاس. يعني انا ده اللي هو التايب اوف انا لما اجي اقول له اطبع لي تايب اوف الانت برجع لي باسم الكلاس بتاعتها اللي هي سيستم دوت ان 32. طب لو قلت له دبل قال لك سيستم ايه؟ دوت دبل. هنتكلم عن ايه تاني؟ عن الاز اوبريتور. يعني لما اقول مثلا انت اكس بيساوي 10 واقول له هل الاكس ده اصلا الاكس ده از انت؟
لو كان انت هيطبع لي ان هو ايه ترو، لو ما هوش انت هيطبع لي ان هو ايه فولس. انا جيت هنا اقول لو ده از دبل هيطبع لي ايه فولس، لان الاكس مش دبل. جميل كده. طيب كده الاوبريتورز. مثلا هنتكلم عن مين؟ عن الاكسبريشنز. يعني ايه اصلا اكسبريشن؟ قلنا الاكسبريشن هي عباره عن مجموعه من الاوبريتور والفاريبل اللي بتستخدم عشان تنفذ لي ايه، بتطلع لي فاليو جديده، سواء بقى كان جمع او ضرب او اسمه، او ضرب وجمع اسمه في نفس الاكسبريشن. على سبيل المثال ان انا بقول انتو الار هيساوي 150 ناقص 20، ده برضو ايه، ده كده اكسبريشن. او ده يعني 150 ناقص 20 على 2 زائد 5. وقلنا هنا الاولويه مين؟ للاقواس، وبعد كده الاسم، وبعد كده مين؟ الجمع. فهي 150 ناقص 20 130 على 2 اللي هي كام؟ 65 زائد 5 اللي هو مين؟ 70. طب لو مثلا عاوز احسب اللي هو مساحة الدايرة، ولا مساحة الدايرة اللي هي هتساوي ايه؟ اللي هي 2 طهنق، اللي هو 2 طهنق. طب اللي هو 2 طهنق، فهنا نق اللي هو طه، قصدي اللي هي 22 على 7 موجودة هنا، اللي هو الباي في كلاس جاهزة جوه سي شارب اللي اسمها ماس. فبقول له انا ماس دوت باي في الار في الار، يعني ماس دوت باي ل 22 على 7 في 70 في 70، بيحسب لي ايه الناتج بتاعها. طبعا عشان احسب المحيط 2 في طه في ار، فاقول 2 في ماس دوت بي اي في الار. وانا الفيجوال ستوديو، وده الاكسبريشنز. لو جينا نبص على المثال ده نطبقه، لو انتو الار بيساوي 150 على ناقص 20 على 2 زائد 5، انتو الار بيساوي 150 ناقص 20 على 2 زائد 5. وجينا نطبع قيمة الار، هتطبع لي كام؟ هتطبع لي 70. ليه هتطبع لي 70؟ لأن قلنا هنا الأولوية لمين؟ طب تعال نشوف كده الأولوية. الأولوية هنا بتكون للأقواس، بعد كده الضرب والقسمة، بعد كده مين؟ الزائد والطرح وهكذا. جميل. فهنا هينفذ الأقواس دي الأول 120 ناقص 150 ناقص 20 يطلع لي 130 على 2 فيها 65، بعد كده زائد 5 يطلع لي مين؟ اللي هو 70. طيب هنا حسب اللي عاوز يحسب اللي هو المساحة، فقلنا اللي هو المساحة نقول دبل اس مثلا هيساوي، قلنا هنا اللي هو قيمة طه موجودة في كلاس جاهزة اسمها ماس دوت بي اي اللي هي قيمة 22 على 7. هنقول في قيمة الار، في قيمة الار لو جيت اطبع قيمة المساحة اللي هي كانت اس، طبع لي اللي هو الرقم ده. وعشان اطبع المحيط دبل مثلا بي، فهنقول اللي هو كان المحيط بيساوي ايه؟ اللي هو 2 في طه في ار اللي هي 2 طهنق، 2 في ماس دوت بي اي في الار، اقول له اطبع لي قيمة البي. لو طبع قيمة البي هتطبع لي اللي هو الناتج ده. نكمل الكلام ده عن الاكسبريشنز. ولكن الاكسبريشن، كل اكسبريشن بيكون لها طيب، يعني بيكون لها نوع سواء انتجر او ريال او بوليان، ويكون لها فاليو. طيب على سبيل المثال لو انا عندي هنا انت a بتساوي 2 زائد 3، فده هنا الاكسبريشن اللي من نوع ده من نوع انت. فالاكسبريشن اللي من نوع انت بتتحسب في وقت الكومبايل تايم. طيب انما بقى الاكسبريشن برضو اللي من نوع انتجر برضو ممكن تتحسب وقت الران تايم لو انا عندي قيمة فاريبل لسه مش معروف قيمته. فهنا هيحسب قيمة ده ويجي هنا في وقت الران تايم ياخد القيمة دي يحسب لي ايه؟ الاكسبريشن ده. طيب لو انا عندي اكسبريشن من نوع بوليان، فالاكسبريشن اللي من نوع بوليان بتحسب في وقت الران تايم. يبقى انا عندي الاكسبريشن اللي من نوع انت لو كل الاوبراند بتاعته معلومة بتحسب وقت ايه؟
الكومبايل تايم. لو انا عندي فاريبل لسه هيتحسب له قيمه وبعد كده هستخدم الفاريبل ده في الاكسبريشن، فده طبعا بيتحسب في وقت الران تايم. انما البوليان الاكسبريشن اللي من نوع بوليان كله بيتحسب في وقت الران تايم. ونجي نتكلم عن الداتا تايبس في الارثماتيك اكسبريشن. الداتا تايب بيعتمد على ايه؟ على نوع الاوبراند. يعني لو انا عندي داتا تايب، الداتا تايب بيحصل له تحويل بواسطه مين؟ الكومبايلر. يعني لو انا كان عندي كل الاوبراند بتاعتي كانت انتجر، يعني لو كان عندي 5 زائد 5 زائد 5 وكلهم انتجر فبيكون الناتج انتجر. يعني انا عندي انت A و B بيكون الناتج ايه؟ انتجر. طيب لو كان عندي واحد فلوت على الاقل، يعني كان عندي فلوت، انا بقول لك فلوت بيكون فلوت لو على الاقل واحد فلوت، عندي فاريبل فلوت بس ما فيش دبل فبيكون الناتج ايه؟ فلوت. لو عندي انت A وفلوت البي بيكون الناتج فلوت. طب لو انا عندي دبل، لو انا عندي واحد انت وواحد فلوت واحد دبل، البين الكبير اللي هو الدبل فبيكون الناتج دبل. على سبيل المثال لو قلت انت في انت بيكون الناتج انت، لو قلت انت في فلوت زائد فلوت بيكون الناتج فلوت، لو انا قلت انت زائد دبل على الفلوت بيكون الناتج دبل، لو انا قلت انت ناقص دبل بيكون الناتج دبل. طيب وكمان اللي بيحدد الداتا تايب بتاع الاكسبريشن اللي طالع هو التارجت فاريبل. يعني لو انا معرف ممكن يكون الناتج بتاعي ريال نمبر، انا قاسم 3.5 على 1.5، فطبعا الناتج عندي كاسر، او انا قاسم 10 على 3 فبيكون الناتج عندي فيه كسور. بس انا معرف الفاريبل بتاعي انتجر، فهنا طالما انا معرفه انتجر هياخد اللي هو الجزء الانتجر ويهمل الجزء العشري. على سبيل المثال لو انا قايل انت افريج وهنا انت الصم وفلوت سم والسي ان تي، فده 100 وده 6، فلو قلت الافريج هيساوي السم على السي ان تي هيكون ناتج 16 وهيهمل اللي هو الجزء العشري ده. المفروض ان انا هنا 16 و66 من 100، فانا هيهمل الجزء العشري ان التارجت فاريبل كان مين؟ انتجر. طب مثال تاني، لو انا عندي فلوت افريج يعني كان التارجت فاريبل من نوع فلوت، وعندي هنا السم بيساوي 100 بس من نوع انت والسي ان تي 6 بس من نوع انت، وهنا افريج هيساوي السم على السي ان تي فيكون الناتج 16.0 اللي هو ايه؟ فلوت. فقلنا هنا بيأما على حسب الداتا تايبس اللي موجوده، او واللي بيحدد كمان نوع الاكسبريشن اللي طالع اللي هو مين؟ التارجت داتا تايب او التارجت فاريبل، النوع بتاع التارجت فاريبل بتاعي. يعني على سبيل المثال نعمل كده كومنت هنا، لو انا قلت له اطبع لي 10 على 3 بس ده من نوع ده كده، او نعرف تو فاريبلز من نوع دبل اكس بيساوي 10 ودبل واي بيساوي 3، وقلت له هنا ايه؟ واي اكس على الواي، هنا يطبع لي ايه؟ اللي هو 3 من 10. بس انا هنا لو قلت له انت اكس هيساوي الاكس على الواي، ويطبع لي سوري نخلي ده اكس 1 عشان عندي فرق من نوع اكس، وقلت له هنا اعرض لي مين؟ اكس. فطبعا هنا بقول لك مش قادر ان هو يحول مين؟ الدبل لانت، فانا هعمل كاست من نوع انتجر، وهنا هقول له ايه؟ اطبع. هنا اصلا هيهم من كلمه اللي هو القيمه 10 اطبع مين؟ القيمه الانتجر بس. جميل؟ واضح كده الاكسبريشنز. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الاوبريتورز وعرفنا الاوبريتور في السي شارب وازاي بستخدمها وايه انواعها، اتكلمنا عن الاكسبريشنز وقلنا ازاي بنكتب اكسبريشن في السي شارب، واتكلمنا عن الناتج الاكسبريشن بيكون ايه.